حلاوة سورية بثلاث مكونات بس. هي الوجبة اللي ربينا عليها وكبرنا من الطفولة، بنتناولها على الفطور والسحور، وخصوصا برمضان ممكن نتناولها يا اما مع زبدة او جبنة. كيف طفولتكم معها كانت؟ وعلى اغلب هي معروفة بكل الوطن العربي، بس إلها اسماء مختلفة. يا ريت تشاركوني الاسماء. للأمانة طلعت اطيب من الجاهز بمراحل، لهيك خلصنا اول وحدة خلال يوم واحد ما قعدت عندي، وعملت مرة تانية، وبنصحكم تجربوها ورح تدعولي بإذن الله تعالى. جيبوا كاس معياري، أي كاس متواجد عندكم، وتعالوا نبلش بالوصفة على السريع. كل المقادير خلوها بكاسة واحدة: كاسة طحينة السمسم أو الراشي، وكاسة حليب بودرة، وكاسة سكر. ويفضل كمان طبعا السكر ناعم، يفضل انه ننخلهم على غربول، افضل بكتير، بسهل عليكم الدعك. لكن في حال غلطتوا غلطتي وحطيتوهم من دون تنخيل ما بيأثر، دعكوهم بايدكم دعكه لحتى يتماسكوا ويصيروا معنا مثل رمل البحر. حطيتهم محضرة الطعام، طبعا هي اختياري، ممكن تكملوا الدعك بايدكم بس رح ياخذ منكم جهد. بس حطيتهم محضرة الطعام، شوفوا ما شاء الله القوام مبين عليكم فورا. ورشة فستق حلب اختياري، يعني هيك شغلات لما ندللها ونزوزقها بتطلع الاكله طيبه ومدلله. وبأي علبه متوفره عندكم، كانت بلاستيك او كرتون او الشكل اللي بتحبوه. رشه فستق كمان اختياري، طبعا المكسرات اختياريه تماما. شكلتها بهالشكل. واذا بتحبوا تحطوا على الوش شوي من زيت طحينه السمسم لياخذ اللون الحلو او اللمعه اللي كنا نحصل عليها بس نفتح علبه الحلاوه اللي بنشتريها، ما بوصف لكم الريحه والطعمه. ما تنسوا اللايك. سلام.